مرحبا بكم خياتي، مساء الخير عليكم. ان شاء الله يا ربي لا فيديو تاعي تلقاكم ديما بخير، ديما مهنيين وديما بصحتكم ان شاء الله يا رب. دائما مع التحضيرات ان شاء الله لرمضان. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم بعض الوصفات يعني قبل رمضان، باش هيداك في رمضان ان شاء الله تلقاهم واجدين وتحضروهم مباشره. اليوم ان شاء الله حبيت نحضر معكم شربات تاع القارص، يجي بزاف بنين وطبيعي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه على خاطر تستاهل التجربه. هنا حبيباتي خذيت كاس غير ربع تاع السكر في الطاس ديالي. هنا خذيت كاس غير ربع تاع السكر، وانتم تقدروا كما يقولوا تقدروا حتى الكاس تاع السكر، يعني الحلاوه انتم تتحكموا فيها اذا حلو بزاف ولا ناقص حلاوه. هنا انا استعملت كاس غير ربع، ونضيفت له كاس غير ربع تاع القارص، عصير القارص. هنايا شوفوا هاولي كاس غير ربع تاع عصير القارص ضفته للسكر ديالي. حبيبتي اذا اول مره تشوفي قناتي نقول لك حبيبتي ما تنسينيش بجاملي الفيديو واشتراك للقناه، باش ان شاء الله اذا بارطاجيت معكم، واني ديجا بديت نبارطاجي معكم بعض الوصفات تاع رمضان، تكونوا من الاوائل اللي تشوفوا الوصفه وشاركوها مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. هنا حبيباتي قلت لكم خذيت كاس غير ربع تاع قارص مع كاس غير ربع تاع السكر، وضفت له كاس غير ربع تاع الحليب ولا نص كاس، يعني حبيتي نص كاس ولا كاس غير ربع. انا استعملت نص كاس تاع الحليب، وضفت له حوالي ملعقه او نصف ملعقه كبيره معمره تاع لافاني. شوفوا هاي ليك. ونكمل ندير حوالي 5 تاع الكيسان تاع الماء. حبيتو تستعملوا ماء طبيعي ولا ماء تاع روبيني، يعني اذا كان الماء تاعكم تاع روبيني عادي تقدروا تشربوه، ولا تقدروا تستعملوا الماء الطبيعي. هنا خذيت حوالي 5 كيسان تاع الماء، ضفته للخليط ديالي. هاوليك ثاني ضيفوا حوالي 5 كيسان تاع الماء، ونخلطوا مليح 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 حتى وين يذوب لنا السكر وينسجم لنا الخليط. يعني هذه الوصفه بزاف سهله وبزاف بنينه، ننصحكم تجربوها في رمضان ولا خارج رمضان. وتقدروا في الاخر تضيفوا لها، هنايا ما صورتهاش بصح تقدروا تضيفوا لها ملعقه تاع اكل تاع ماء الزهر. ملعقه اكل ماء الزهر تزيد تعطي لها بنه ما شاء الله للوصفه تاعنا. هنا ما صورتهاش بصح انا ضفتها في الاخير. ضفتها في الاخير ونخلطوا كلش هكذايا حتى وين ينسجمونا المكونات، ونقدموه بارد بيان سور، ونحطوه في الثلاجه ونقدموه بارد. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. تلاقاو تشوفوا العصير تاعنا واجد. شوفوا حبيباتي كيفاش جاء بنا ما شاء الله وطبيعي كما قلت لكم، يستاهل انكم تجربوه في رمضان ان شاء الله. واذا وصلتي حتى لهنا حبيبتي نزيد نذكرك نقولك ما تنسينيش بجام واشتراك للقناه. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، بقوا على خير خوتي خياتي خواتاتي. وفي الاخير حبيباتي نقول لكم نبارطاجي معكم واحد الوصفات اللي كنت شاركتها معكم في القناه. اللي عجبتها اي وصفه تقدر تعاود تولي للقناه ديالي وتلقى الوصفه كامله. الوصفات تقدروا ديروهم في رمضان ان شاء الله. بقوا على خير خوتي خياتي خواتاتي.